استقت في حد من البشر أنا موافقة. فقوة الغضب فورا اتمكنت منها وسيطرت عليها، وغابت مافكا جوه نفسها عن الوعي، وبقت قوة الغضب هي اللي بتتحكم فيها، وفضلت زي الإعصار تدمر وتحرق أي حد وأي حاجة تيجي قدامها من غير شعور غير شعور الضياع والعدم في اللاشيء. في الوقت ده كان الكلب بتاع لوكاس قدر يوصل لهاش اللي هو صاحب مافكا، وبلغه ان لوكاس مظلوم وان ده كله كذب وتأليف من كيلينا. فهاش جري بسرعة عشان ينقذ حياة لوكاس ويلحقه قبل ما يموت، وفعلا أنقذ حياة لوكاس. ولوكاس راح لمافكا بسرعة وفضل ينادي عليها علشان تسمعه، بس ما كانش فيه فايدة، هي كانت جوه عالم الضياع، لحد ما قرر ان هو يستخدم الناي اللي هي صلحته وعزف عليه. والبشر وسكان الغابة اتوحدوا مع بعض وبقوا ايد واحدة، وحطوا ايديهم في ايد بعض وساعدوه، وبدأوا يغنوا ويعزفوا معاه، وفعلا نجحوا في ده. ومافكا سمعتهم